بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم على كوكب يواتش برايم، موطن الصيادين الأقوى في الكون. مركبة فضائية بتشق السماء وعلى متنها كواي اللي بدقة محارب متمرس بيضرب خط ليزر وبيتمرجح بين الجبال. أول ما بينزل بيرفع غطا راسه وبيعمل مسح على الأرض بنظرة حادة. بعدها بيدخل كهف ضلمة وبيتمتم: أنا حاسس بيك يا أخويا، أنت مستخبي. كان بيصطاد هو دمه ولحمه اللي اسمه ديك. فجأة ديك بينط من الضلمة والاتنين بيشتبكوا في خناقة وعشية. كواي بيقول له انه لسه صغير على القتال وانه بيحارب بغضب اعمى. ديك بيرد عليه بعصبيه انه بيحارب زي ابوهم، لكن كواي بيسكته ببرود. بيقول له انت ما تجيش حاجه جنبه. الخناقه بتكمل، بتكون شرسه وبدون رحمه لحد ما كواي بيغلبه وبيوقعه في حفره تحتهم. ديك بيتعلق على الحافه بالعافيه وبيطلع منها غرقان في دمه بس لسه عايش. بيصرخ في اخوه انه لسه واقف على رجليه. كواي بيبص له من فوق باحتقار وبيقول له لسه قدامك كتير قوي، انت حتى لسه ما تعرفش انت مين. ديك بيرد عليه وهو كله فخر وبيقول له انا يواتشا، لكن كواي بيرد عليه ببرود وبيقول له لسه. كواي بيروح ناحيته بيعدل خوذة ديك وبيقول له انه انقذ حياته. بعدها بيحذره اوعى تطير دماغك بالغلط، وبيقول له الوقت ده وقت القسم القديم، نفس العهد اللي اجدادنا اخدوه علشان ياخدوا مكانهم وسط العشيره. ديك لازم يختار فريسه يصطادها ويرجع بيها او ما يرجعش ابدا. بعد كده ديك بيختار كوكب جينا، الكوكب الميت. هناك هيواجه كاليسك المفترس الاسطوري، الكائن اللي اليواتشا والبشر من شركة وايلاند يوتاني بيخافوا منه جدا. كاليسك طوله أكتر من 3 متر وقوته غريزته بتتخطى أي كائن حي، لكن ديك كان خلاص أخد قراره. كواي بيفكره الفشل معناه الموت، ومن غير تردد ديك بيقسم إنه مش هيفشل. بعدها بلحظات يواتشا عجوز بيطلع من الضلمة. ده نيوش أبوهم، محارب من الرتب القديمة، بيسأل كواي ليه ما خلصتش عليه؟ كان المفروض تقتل ديك، أضعف واحد في السلالة. كواي بيدافع عنه وبيقول إن ديك هيرجع براس كاليسك كقربان للعشيرة، لكن نيور بينفجر في ضحكة ساخرة مش مصدق. بيقول كواي إنه كان المفروض يذبح أخوه هو نايم. نيور وهو غضبان بيجهز فخ علشان يضمن إن ديك ما يرجعش حي، وقبل ما يمشي بيأمر كواي إنه ينفذ واجبه ويقضي على أخوه بنفسه. كواي بيقرب من ديك بيبص في عينيه مباشرة وبيقول له بحزم خليك شجاع، ومن غير تردد بيقطع الفخ اللي ابوهم عمله. في اللحظه دي كواي بيتمرد على نيورش بيتحداه علشان يحمي اخوه. المعركه بين الاب والابن بتكون وحشيه، صوت احتكاك المعادن والزعيق مالي الكهف الضلمه. في الوقت ده ديك بيبقى عاجز مستخبي بين الظلال، ورغم خوض كواي ابوه في النهايه بيتغلب عليه. نيور ببروده أسوأ بيعلن ان الشفقه على الضعيف هي اكبر نقطه ضعف، وبعدها وقدام عيون ديك المسرور بيقطع راس ابنه. وقفة كواي بتقع على الارض ونيور بيمشي من غير اي ذرة ندم. السفينة بتتحرك وفي ثواني بتختفي في سماء يواتشا برايم. ديك بيفضل واقف متجمد، قلبه بيتحرق من الغضب والحزن. السفينة بتاخده لمصيره كوكب جينا المعروف بكوكب الموت. الهبوط بيبقى عنيف، السفينة بتكسر الشجر قبل ما تقف وسط سحابة من الضباب الكثيف. ديك بيزحف لبره متكسر وغرقان في دمه وبيتوعد في صمت انه هيرجع براس كاليسك علشان شرف اخوه اللي راح. بعد ما بياخد نفسه بيتسلح وبيبدأ الصيد، بس ما بياخدش وقت طويل علشان يدرك ان جينا ده مش مجرد كوكب عادي. كائنات غريبة بتطلع من الارض شكلها ملتوي زي الجذور كأنها شجر حي، ومن غير تردد ديك بيصوب سلاحه وبيفتح النار. بس بيكتشف بسرعة ان الحاجات دي اصلب بكتير من شكلها، بتتحرك كأنها نباتات عملاقة آكلة للحوم، بتحشره وبتضربه بلا هوادة. ديك بيقاوم بكل قوته وبيستخدم غريزته وذكائه علشان يتسلق صحراء، واخيرا بيقدر يبعد عنهم. بيوصل لنهر قريب بيغسل الدم والتراب من جروحه، لكن وهو بيعمل كده بيلمح كام دودة غريبة، واول ما بيلمس واحدة بتنفجر وكانت هتاخده معاها. وهو مصدوم بيكمل طريقه في الأراضي الغريبة دي لحد ما بيلاقي نفسه في حقل نباتات شبه الذرة متغطية بالشوك. المشكلة إن النباتات دي بتنفجر من أقل صوت. فجأة طائر عملاق شبه الطيور الجارحة بيحوم فوق، بيرمي حجارة وبيفجر سلسلة من الانفجارات العنيفة. ومن بعيد ديك بيلمح ثيا الروبوت من شركة وايلاند يوتاني، نص جسمها متدمر بعد فشل مهمتها. بصوت هادي ومعدني بتشرح له ان الطائر ده بيستخدم الشوك علشان يشيل حركة فريسته قبل ما ياكلها. بعدها بتعرض عليه تحالفه علشان ينجوا سوا. ديك بيزمجر وبيقول لها ان اليواتشا بيصطاد لوحده. ثيا بتبص له وبترد بهدوء بيصطادوا لوحدهم بس بيموتوا لوحدهم برضه. بيفضلوا باصين لبعض في صمت متحوطين بعالم حتى الحياة فيه
تحسها مفترس تاني. فجأة شوكة من نباتات بتخترق درع ديك وبتصيبه، وهو دايخ ومنهك بياخد قرار يائس إنه يثق في ثيا. بيرمي لها أداة من أدواته، وقبل ما يقوم عليه بيسيبها تتصرف. ثيا بتنطلق بعزيمة شرسة، بتواجه الطائر العملاق وش الوش وبتقضي عليه فورا وبتنقذ حياة اليواتشا. لما ديك بيفوق، ثيا بتقوله الحقيقة، هي سينثيتك يعني كائن صناعي بعتتها وايلاند يوتالي، مفيش بشري يقدر يعيش يوم واحد على الكوكب ده. بتشرح له ان يواتشا كتير جم علشان يصطادوا كاليسك الاسطوري بس محدش فيهم رجع. تيا بتقول انها شافت المخلوق ده ونجت منه وتعرض عليه اتفاق، لو وصلها لمخبأ كاليسك هي هتدله على فريسته وهتساعده يسترجع رجليها اللي فقدتها، ورجليها دلوقتي موجودين جوه عريض الوحش. بالاول ديك بيرفض، كبرياء اليواتشا اللي جواه مش سامح له يقبل المساعدة، لكن ثيا بتقول له أنا مش هبقى شريكتك، أنا هبقى الأداة بتاعتك. وقتها بس ديك بيوافق على التحالف، وهم ماشيين سوا ثيا بدأت تتكلم، بتحكي إن ليها أخت روبوت تانية اسمها تيسا. الاتنين اتصنعوا بشكل مختلف، عندهم حاجة نادرة في الآلات، نوع من الحساسية بيخلوهم شبه البشر. ديك بيقولها إن الحساسية دي مجرد شكل تاني من أشكال الضعف. ثيا بتوقف لحظة وبعدين بتعترف له إن مهمتها الأصلية كانت مع أختها تيسا لحد ما كاليسك فرقهم عن بعض، ومن ساعتها ما شافتهاش. في نفس الوقت هو منشأة وايلاند يوتالي بنشوف تيسا في حالة سيئة، المهندسين بيصلحوها وبيغيروا البرمجة بتاعتها، بيدوها مهمة جديدة، الشركة مش راضية عن أدائها وبيحذروها إن أي فشل تاني معناه إيقاف التشغيل للأبد. بيبلغوها إن في يواتشا أثر ثيا، وهنا تيسا بتستعد علشان تنزل الكوكب. وبنرجع تاني على كوكب جينا، ديك وثيا بيصطادوا سوا. ديك جعان ورايح على فريسة، بس قبل ما يضرب كائن صغير بيمشي على رجليه وبيرد قدامه. ده اسمه بيت، مخلوق سريع شبه القرد، عنده غريزة حادة وطاقة ملهاش حدود. بيت بيخطف الحيوان الأول وبيسيب ديك بيغلي من الغيظ. اليواتشا بيهجم عليه وبيوجه له ضربة وبيفرض سيطرته وبيخوف بيت وبيكمل الصيد بنفسه. بيت بيتفرج من بعيد مستغرب لكن في نفس الوقت معجب. السلام ما بيدومش كتير لأن حشرة قمرية ضخمة بتنفجر من تحت الأرض وبتحبسهم بمحالبها. ديك بيحارب بكل قوته بس مش عارف يحرر نفسه، وفجأة وفي حركة شجاعة ومفاجأة بيت بينط وبيهاجم المخلوق علشان يشتته وينقذهم هما الاتنين. الحشرة بتمسك بيت بقوة لكن ديك بيتصرف في لحظتها، بيقطع شجرة قريبة بسلاحه وبيتسلق عليها وبينط من فوق زي الرمح وبيرلس نصله في قلب المخلوق والوحش بينهار ميت. ديك بينزل على الأرض بقوة وبينقذ حياة بيد وبيكسب احترام الكائن الصغير. وبعيد عنهم تيسا بتكمل تعقبهم، بتتحرك وسط الأنقاض والضباب أقوى وأكتر غموض من أي وقت فات. وبالليل ديك وثيا وبيد بيرتاحوا جنب النار، وفي طقس غريب بيد بيرسم علامة على ديك كأنه بيضمه لعشيرته. ثيا بتترجم الحركة لكن ديك بيرد بحزن إن ما عندوش عشيرة، بيقول بهدوء إن عنده أخ بس أبويا قتله. ثيا بتبصله للحظة طويلة وبتقول له بصوت واطي إن لسه عندها حاجة تدور عليها، أختها تيسا. ديك وهو بيمدد جسمه، بيد الصغير بيقلد كل حركة بيعملها وحاولاته غريبة علشان يبان صياد حقيقي بتخلي ثيا تبتسم، والأول مرة بتضحك ضحكة صوتها زي ما يكون زي صوت البشر. في الوقت ده تيسا بتوصل لسفينة اليواتشا، بتتسلل هو وبتبص على السجلات وبتلاقي درع ديك البايظ وبقايا من المعركة. ومع الفجر ديك بيصحى وهو مقرر، بيقول لثيا إن ده وقت التحرك بس بيخطط إنه يسيب بيد وراه. ثيا بتفكر إن الصغير ده أنقذهم من الحشرة القمرية، لكن ديك ببروده من غير ما يتأثر بيقول إن الخطر راح وإنه ما عندوش وقت يربي عيال، وبيقول إن السبب الوحيد اللي مخليه محتفظ بيها هو إنها مفيدة. بيقول إن اليواتشا بيصطاد لوحده وبيزمجر وهو ماشي. بيوصلوا المعر وديك بيتفقد المكان وثيا بتفحص المية وبتكتشف آثار لكاليسك. الوحش بيشرب من هنا، بتستغل الفرصة علشان تعلمه حاجة، بتتكلم عن الذئاب وبتشرح إنهم بيصطادوا في مجموعات ودايما بيمشوا ورا القائد ألفا. ديك بكبرياء اليواتشا بتاعه بيفترض إن الألفا هو اللي بيقتل أكتر. ثيا بتهز راسها بهدوء، بتقول له لا، بتقول إن الألفا هو الأذكى. كلامها بيفضل يتردد في الهواء كأنها عايزاه يشوف القوة اللي في التعاون اللي بينهم، لكن ديك بيتجاهلها. أخيرا بيوصلوا لعرين كاليسك، كهف عملاق متغطي بجذور سودا ومليان عظم ضحايا قديمة. ثيا بتشرح إن الوحش ده قضى على كل السينثيتكس اللي وايلاند يوتالي بعتتهم تقريبا،
جوه بتلاقي رجليها المفقودة بتجهز وحدة طبية مؤقتة علشان توصلهم تاني، والنظام وهو بيشتغل بتعترف بهدوء إنها شغلت جهاز تتبع الموقع بتاعها سينثيتكس وآيلاند يوتاني في طريقهم. بتبص لديك وبتقول بصوت واطي إنه عمرها ما تنساه، بس هو لازم يمشي. ديك وكبرياء ولسه بيتحرق بيقولان هو كمان مش هينساها. بيقسم إنه هيصطاد كاليسك علشان أخوه عشانها، وبيوعدها إنها تكون أول واحدة تشوف انتصاره. لكن فيها بتكشف له حاجة بتجمد الدم في العروق. وآيلاند يوتاني كانت بعتتها هي وأختها تيسا وفريق من السينثيتكس التانيين علشان يقبضوا على كاليسك، وده معناه إنها مش لوحدها وإن في غيرهم جايين. وغضب ديك بيولع، بيفتكر إن كل ده كان فحش وإن ثيا كانت بتستغله. عينيه بتطق شرار من الغضب وعدم الثقة، وبيتوعد إن محدش هيسرق سلامته وإن هو لوحده هيقتل الوحش وياخد المجد. ومن غير ولا كلمة زيادة بيخرج بعصبية وبيسيب ثيا وراه، وبره بيتسلح وبيجهز المتفجرات وبيفجر انفجار ضخم علشان يستدرج الوحش. الارض بتتهز ومن الضلمه بيظهر كاليسك، وحش شاهق بعيون مولعه وبيلد شبه الدرع. ديك بيهجم عليه بيضربه بقوه وبيسدد كام ضربه وحشيه بتنزل دم فعلا، لكن الجروح بتلحم في ساعتها قدام عينيه. كاليسك بيتحرك بسرعة مستحيلة، بيخبط ديك ضربة قوية وبيرميه في الهواء وبيوقعه تاني جوه الكهف عند ثيا. الوقعة بتحطم الوحدة الطبية وبتقطع عملية التصليح قبل ما رجليها تتوصل بالكامل. ثيا مصابة ويدوب شغالة، بتتفرج على ديك وهو على وشك يتقطع حتت. من غير تفكير بتمسك سلاح من على الأرض وبتضرب طلقة ورا التانية بتحاول بيأس تشتت كاليسك. الطلقات يا دوبك بتبطئ المحروق، لكن بتدي ديك وقت كفايه. بسعير غاضب اليواتشا بينطلق لقدام وفي ضربه وحشيه واحده بيقطع راس الوحش. للحظه ديك بيحس بالانتصار، راس كاليسك بتتدحرج على الارض، لكن بعد ثواني جسمه الضخم بدا يتنفض. اللحم بيرجع يلتئم عضله بعضله لحد ما الوحش بيقوم تاني. بيكون ارضب اقوى ومحدش قادر يوقفه، يعني المعركه الحقيقيه لسه هتبدا. كاليسك وهو بيقرب علشان يقتل ديك بيشمه ولصدمته بيقف. في نفس اللحظة دي بتظهر تيسا بتجمد كل اللي في المكان بأمر واحد. بعدها بنشوفها واقفة جنب ثيا. تيسا بتقول لها انها كانت صح، كاليسك ده طفرة جينية متدهورة وحش والبشرية هتشكرهم علشان قضوا عليه. وبتضيف ان الشركة هتكون ممتنة بشكل خاص لحاجة واحدة، القبض على اليواتشا حي. لكن ثيا بتفهم خطتها وبترفض تشارك فيها. هي عارفة اليواتشا، عارفة انه مصاب ومكسور بس مش شرير. بتقول لتيسا ان الاحسن ياخدوا منه الاسلحه ويسيبوه يمشي، لكن تيسا مصره انهم ياخدوا عينه واحده على الاقل. اول ما بتعمل كده اليواتشا بيصرخ من الم لا يطاق. تيا وهي غضبانه بتطلب منها توقف وبتقول انه مش تهديد وانه في رحلتهم حماها. تيا بتقول كمان انها كانت فاكره ان تيسا جت بس علشان تنقذها. تيسا بتضحك ببرود وبتقول انها اتصرفت بس علشان تكمل مهمتها مش علشان أي مشاعر. وثيا ما تهمهاش، بتفكرها بالمرة اللي دفعت فيها عن كاليسك وإن المهمة فشلت بسبب ضعفها، كانت هتعمل نفس غلطة أخو ديك. بعدها بتوضح موقفها، بتقول إن الضعيف لازم يتم القضاء عليه. وفي النهاية بتقول لثيا إنها فيها عيوب وإنها ما بقتش شغالة زي ما المفروض تكون. تيسا بتكمل وبتقول إن اللي صنعهم اداهم مشاعر مش علشان يبقوا بشر، لا علشان يفهموا الكائنات أحسن ويتلاعبوا بيها، وعلشان كده هي ناوية تستخدم ديك كجزء من التجربة. أول ما بتكمل الإجراءات بتديلها رسالة من الأم، الكمبيوتر العملاق بتاعها، وبتمشي فورا. باللحظة دي فن مختبر بيدخل وبيسمع ثيا بتتكلم بلغة اليواتشا. بما إن الفني مش فاهم اللغة، ثيا بتستغل الفرصة وبتخدعه وبتتواصل في السر مع ديك بكلامهم المشفر. ديك بيعرف إن ثيا في صفه دلوقتي وإن أختها تيسا لأ. بيتفقوا يتحالفوا مرة تانية. ديك بيقولها تجذب على الفني وتقوله إن الحاجة اللي ماسكاها واللي هي في الحقيقة مجرد لعبة أطفال يواتشا دي خريطة حيوية. بيقولها تطلع السينثيتكس يبص عليها عن قرب، وأول ما بيعمل كده الجهاز بينفجر. تيا بتضحك وبتقول بصراحة كنت فاكراها مجرد لعبة أطفال. ديك بيقول لها هي فعلا لعبة أطفال بس أطفال اليواتشا. بالتمويه ده بينجح في الهروب وبيرمي نفسه في حفرة غويطة، وبيحل عملاء آيلاند يوتاني يفتكروه مات وهو مصاب بإصابات خطيرة. ديك بيزحف وبيرجع لسفينة أخوه كواي. جوه بيلاقي كل أسلحته اختفت بس باقي جهاز واحد. أداة صغيرة بتقدر تعزز قدرته على الشفاء. بمجهود وألم بينجح يعالج أسوأ جروحه. وهو بيستكشف الحيطان ديك بيلاقي قناع كواي بيمسكه بإيديه الاتنين، وبصوت واطي مليان احترام بيقول إن أخوه أنقذه وأثبت إنه كان ذئب حقيقي، واحد بيحمي القطيع بتاعه.
ومن غير أسلحة ومعدات بس مسلح بمعرفة عميقة بكائنات جينا المتوحشة دلوقتي، ديك بيقرر يبني تلسمته الخاصة. خطته واضحة إنه يقبض على كل أنواع المخلوقات اللي يلاقيها ويستخدم أجزائها ويصنع أدوات جديدة زي بدلة تليه بصياد حقيقي. وعلى مدار الأيام اللي بعدها بيجمع مواد وأنسجة وأجزاء من وحوش غريبة وبيصنع مجموعة جديدة تماما من الأسلحة والدروع. لما بيبقى جاهز أخيرا بيقابل بيد مرة تانية وبيكتشف الحقيقة. بيد هي بنت كاليسك. الاتنين وهم مدركين الرابط اللي بينهم وكل اللي خسروه بيختاروا يتحدوا كقطيع واحد، وهم سوا بينطلقوا في مهمة خطيرة وهي إنقاذ هي وأم بيد اللي تم احتجازهم عند وايلاند يوتاني. الشركة ناوية تستخدم كاليسك كموضوع تجارب علشان يدرسوا قدراتها على التجدد. بنفس الوقت تيسا بتتواصل مع الكمبيوتر الأم بتسأل عن ديك، وتيسا بجرود بترد إن اليواتشا كان عينة معيوبة وإنه مات. الأم بتتبسط وبتأكد إن اليواتشا ما بقاش يمثل تهديد وإن الشركة موافقة على أداء تيسا. وفي مكان تاني ديك وبيد بيتحركوا زي العاصفة، قوة لا يمكن إيقافها بتدمر سينثيتكس وايلاند يوتاني بغضب وحشي بدائي. قبل ما ينطلق ديك كان بعت في السر الأطراف السفلية بتاعة فيا بعد ما أعاد برمجتها بنظام تدمير ذاتي مميت متصمم للقضاء على أي حد يقف في طريق مهمته علشان يلاقيها أو اللي باقي منها. الأطراف وهي بتقرب من وجهتها جاهزة لتنفيذ البروتوكول المزروع فيها. فرقة تانية من السينثيتكس بتهجم على المنطقة، لكن الأطراف اللي بتشتغل بدقة مميتة بترد عليهم، بتنظف المهاجمين بتنسيق مثالي. وفي وسط الفوضى ثيا بتنجح تتواصل معاهم تاني، بتستعيد باسمها وقوتها. لما بتقوم بتدرك إن ديك رجع علشانها. هو دلوقتي بيؤمن من غير أي شك إنهم جزء من نفس القطيع، ذئاب مخلصة ما ينفعش يبقوا بعيد عن بعض ولازم دايما يحموا بعض. ثيا وهي لسه دايخة بتشجعه إنه يمشي فورا، لكن ديك بيقولها إن مهمتهم لسه ما خلصتش، دلوقتي لازم ينقذوا كاليسك. وبعدها بيكشف الحقيقة، بيد هي في الواقع بنت كاليسك. ثيا بتزعل بس وهي بتستوعب بتفهم وبتوافق تنضم للخطة. هما دلوقتي ما بقوش مجرد حلفاء، هما فريق، عيلة مربوطة بالغريزة والبقاء. بعدها ديك بيخبط بإيده على لوحة التحكم، بيشغل إنذار أحمر والجحيم بيفتح أبوابه في القاعدة كلها. بعدها ديك بيقعد في صمت مستني السينثيتكس يقولوا. لما بيوصلوا بيواجههم وجها لوجه، يستخدم الأسلحة الهجينة الوحشية اللي سمعها من مخلوقات جينا، وهو متوحش وبدائي ومميت. كل ضربة بتمزق أعدائه واحد ورا التاني. قوته الخارقة ومكره بيقلبوا موازين المعركة. بس المعركة لسه في أولها، لأن تيسا بتوصل وهي سايقة ميكا قتالية ضخمة من وايلاند يوتاني متسلحة بأكتر الأسلحة تدمير اللي الشركة صنعتها. ومن غير خوف ديك بيقف بثبات مستعد يقاتل للنهاية. في نفس الوقت ثيا بتتسلل للمعمل اللي كاليسك محبوسة فيه. أول ما حارس سينثيتك بيجمعها بتلف وبتوقعه بضربة دقيقة، وبعدها بتقرب من وحدة السجن مصممة تحرك كاليسك وتكمل اللي بدأوه. وبره ديك على بعد لحظات من انه يتسحق تحت الآلة بتاعت تيسا، ولما زئير رسوم الودان بيهز الهواء كاليسك بتنفجر في المشهد. بتطلق غضب وحشي خالص وهي بتخبط في آلة الميكا بتاعت تيسا. العملاقين بيشتبكوا في معركة وحشية بتهز الأرض. وسط الفورة ديك بينط على هيكل الروبوت، بيقطع كابلات الطاقة واحد ورا التاني لحد ما الميكا بتتعطل وتنهار. المعركة بتوصل ذروتها لما كاليسك بتثبت تيسا وبدافع من غريزة بدائية بتبلعها بالكامل. وهي مرهقة المخلوقة بتضم بنتها بيد بحضن لطيف. لحظة حنان غير متوقعة، ديك بيقرب ببطء وبيضغط جبهته على جبهة كاليسك كلفتة صامتة من الاحترام والامتنان. لكن بعد ثواني جسم الوحش بدأ يلمع من جوه وينفجر لآلاف الشظايا اللي بتتنطور في ساحة المعركة. بيد بينهار بتدمر وهو بيتفرج على أمه بتموت قدام عينيه، جسمها بيتحول لدخان ورماد. لكن بعدها الحقيقة المروعة بتظهر، تيسا لسه عايشة. من جوه المخلوق كانت شغالة سلاح البرد، مزيج مميت بين التلج والطاقة المدمرة اللي قضت على كاليسك من جواها. وهي متغطية بالصقيع عينيها بتولع غضب. تيسا بتقوم من الحطام وشكلها كله كبرياء وكراهية، بيشاع ألم قد ما بيشاع غضب. ومن غير تردد بترفع سلاحها وبتواجهه ناحية ثيا وهي بتصرخ إنها ما كانش المفروض تثق فيها أبدا، وإنها كانت دايما آلة معيوبة ومش قادرة تفهم معنى الولاء الحقيقي. بس قبل ما تيسا تضرب ديك بيظهر وراها وبضربة واحدة دقيقة وقوية بيغرس نسله في ظهرها وبيوقفها قبل ما تأذي ثيا. الضربة بتخترق جسمها وتيسا بتقع على ركبها بتشهق وبتحاول تقوم والدهشة مالية عليها. قبل ما تقول كلمة
بيد الصغير مدفوع بالغضب والحزن بينطلق ناحيتها في حركة انتقام أخيرة، وبيدمر بنجومتها بقوة وحشية وبينهي كل حاجة. الصمت بيسيطر على ساحة المعركة، كل اللي باقي هو طقطقة النار وصوت المعذر المنصهر. وثيا وهي مرهقة وبتنهج بتقرب من ديك، بتدرسه بمزيج من الاحترام والراحة، وبابتسامة صغيرة وتعبانة بتقول له أنت اتصرفت كيوتش حقيقي. ديك بيفضل ساكت لحظة، بعدها بيرد بهدوء شبه الهمس وبيقول للأسف أنا لسه مش واحد منهم. بعد كده ديك بيتجه ليوتش برايم علشان يواجه أبوه وباقي العشيرة. هدفه بسيط، ياخد درعه ويتقبلوه، وكدليل على انتصاره جاي تسكار جمجمة تيسا. لكن لما بيوصل أبوه بيقابله باحتقار، بيسخر منه مقتنع إن ابنه ضعيف وما يستحقش. ببرود الحجر نيور بيؤمر محاربين ياخدوه على طول، لكن ديك كان هادي لكن شرس، بيوريهم إنه ما بقاش المحارب الشاب المتردد اللي كان عليه زمان. في ثواني بيقضي على الخصمين بدقة وحشية ومحسوبة، حركاته حادة وعنيفة ومحدش قادر يوقفها. حتى نيور بيبان مصدوم للحظة وهو غضبان من الإهانة. نيور بيقرر يواجهه بنفسه. المعركة بتبقى وحشية، هو حالصة ضد إرادة هام. في نص الاشتباك الزعيم العجوز بيسخر منه وبيقول لأنه يمكن بعد كل ده كان الابن الغلط اللي نجح يعيش بالصدفة. ديك بيحارب بكل قوته، بس أبوه بيفضل يختفي ورا جهاز التحفي بتاعه وبيضرب من الضلمة. بعدها وهو فاكر معركة قديمة، ديك بيستخدم التضاريس لصالحه، بيرمي تراب ورمل لحد ما خيال نيور غير المرئي بيبدأ يظهر في الهواء. وباستخدام المكر بدل القوة الغاشمة، ديك بينصب نفس الفخ اللي أبوه استخدمه مرة ضد أخوه كواي، بيثبته وبيحبسه في مكانه، وأخيرا بيغرس النصل فيه وبينهي المعركة بنفس التكتيك اللي زمان وصفوه بسببه إنه ما يستحقش. في اللحظة دي كاليسك ضخمة بتنفجر من الضلمة وبتاكل راس نيورش، وبتجيب نهاية عنيفة لزعيم العشيرة القديم. من غير تردد ديك بيتقدم، بيركع جنب جثة أبوه وبيخلع درعه بما فيه جهاز التخفي، وهو واقف شامخ تحت السما الحمراء بلون الدم بتاعت يواتش برايم. ديك بيستلم حقه الطبيعي. الشاب اللي كان منبوذ زمان ما بقاش موجود، هو دلوقتي الزعيم الجديد لعشيرة اليواتشا. جنبه واقفين أصحابه المخلصين تيا وبيلت اللي كبرت وبقت مخلوق ضخم ومهيب يليق بالسلالة بتاعتها. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.